السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي عواشركم مبروكة وعاشورة مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والسلامة. وانا جيتكم اليوم الفيديو المنتظر اللي طلبتوا لي عليه ملي نزلت الفيديو ديال القديد. كيف كتشوفوا معايا غادي نحضر اليوم عاشورة، غادي نحضر سكسو بالقديد والديالة. كيف كتشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله. كانوا تشمسوا خداو الوقت الكافي ديالهم في الشمس. كيف ما قلت لكم في الفيديو 9 ايام، وحيدتهم قطعتهم على القطع اللي بغيت انا وعملتهم في الثلج خبعتهم. وهانتم معايا كيف كتشوفوا معايا انا غادي نحضر معاكم سكسو نهار عاشوراء يوم الجمعه. كيف كتشوفوا انا عملتهم في الماء يرطبوا وتطيح منهم الملاح. كيف كتشوفوا انا هنايا غسلتهم 4 المرات، خليتهم يترقدوا مزيان وحتى طاحت منهم الملاح كامله. كيف كتشوفوا غسلتهم وعاودت على الغبره اللي كانوا في برا في الشمس و اي حاجه متعرضين تنزل فوق منهم الحشرات، وهذه ضروري الانسان يغسل حاجه مزيان. والحمد لله يعني الملاح كانوا فيهم كافيين، ما تعفنوا ما حتى شي حاجه، لاني عملت لهم الملاح كافيه. وكيف ما كتشوفوا معايا انا بديت كنحضر معكم السكسو. عندي بصل كافي اللي غادي نوجد به السكسو. انا غسلتهم انا كما قلت لكم 4 المرات، هذه المره الاخرانيه 3 وهذه المره الاخرى. كدوز الماء في ديك الفتحات اللي عندي في اللحم كامله باش الغبره واي حاجه، وحتى الملاح حيت عملت لهم الملاح بزاف غسلتهم وعاودت باش ما يجيش الماكله مالحه بزاف. كيف كتشوفوا انا غير كنوريكم كيفاش غسلتهم. وضروري القديد خصو يتغسل مزيان باش كيزول اي حاجه اللي كان فيها في الشمس وفي الجو والغبره واي حاجه. صافي انا عملت البصل عملت الحميص وغادي نعمل غير شويه الزيت. كيف كتعرفوا القديد فيه الشحام وكيكون دسم. صافي هنايا غادي نعمل الخرقوم العطريه اللي غادي نطيب بها القديد، وغادي نعمل الابزار، وعندي القزبر ناشف مطحون، وغادي نعمل اسكنجبر. ضروري ما تكون كميه وافيه على حسب غادي نعملو سكسو. وهذا المريقه هذه فيها غادي نطيبوا الخضره، وغادي نزيد في الاخر العطريه. صافي عملت قزبر ومعدنوس وغادي نغطيه وغادي يتقلى شويه، وغادي نوجد الخضره اللي غادي نعملها في السكسو. كيف كتعرفوا القديد كيجي لذيذ بالخضره بالسكسو ضروري. وغادي نشارك معكم طريقه السكسو ديالي اللي رديته يعني زدت عليه طحين الزرع القمح الكامل، حلحلته بيدي ووجدته. الصراحه كيجي غزال ما تشبعوش منه، لان جاوني تعاليق عليه. بعض الاخوات طلبوا مني السكسو ديال القديد بالبلبوله والطريقه ديال البلبوله. انا الصراحه ما كياكلوه لي شي ديال البلبوله يعني ديال التيشه، كنفضل اني نعدلو بيدي كيجي غزال تبارك الله. وقد ما كليتي فيه ما كتحسش براسك تقالتي ولا شي حاجه، كيبقى سكسو طبيعي، يعني شي حاجه فيها الفيتامين وفي حد ذاته. يعني الزرع راه غذاء كامل. كيف كتشوفوا هنايا انا كنقلي وقليتهم مزيان. صافي هنايا تقلوا مزيان، وغادي نعمل الماء اللي غادي يطيب فيه القديد شي 10 دقائق غادي يطيبوا. غادي نسد عليهم وغادي يطيبوا، وغادي نرجع نكمل على الخضيره وعلى السكسو اللي عندي في الزوجات يدي هنا ويدي هنا. صافي انا عملت طنجره فيها الماء يسخنوا باش نفور السكسو، وغادي نكمل على الخضره اللي غادي نرافقها مع السكسو مع القديد.
صافي انا عملت غير القرع حمراء وخضراء واللفيته والجعده يعني خيزو والبصل وبطاطا حلوه والكرنب، وكل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، كل واحد وخيرو في دارو. انا بغيت نشارك معاكم لان الاخوات بزاف هضروا معايا، صحاباتي في الواتساب في الخاص وهضروا معايا في التعاليق، طلبوا مني سكسو بالقديد. رانا اصلا عاملاه في القناه قبل، ولكن عاملاه ما عاملاش بالطحين الزراع وما رديتوش بالطحين الزراع بيدي. انا بغيت نشارك معاكم الطريقه هذه. الطريقه ماما الله يرحمها كانت دائما كتعمل سكسو، كترد عليه الطحين الزراع والله يرحمها ووسع عليها دقة القبور، والله يرحم جميع اموات المسلمين يا ربي، ونطلبكم ترحموا لي على الوالده ديالي وعلى جميع امهات المسلمين. الحقيقه في اي حاجه كتفكر الوالدين ديالك، بالاخص ديك الحاجه اللي تعلمتيها منهم وكبرتي وانتينا كتشوفها وكتاكلها وكتعرف راسك شنو كتاكل. دائما اي حاجه كتجي تعدله، اي حاجه كتشوفها ضروري ما تفكر فيها الوالده ديالك والصغر وكيفاش عشتي وكيفاش كبرتي وعامل. ايوا الحمد لله، هذه هي سنه الحياه، شي ماشي شي باقي يعني كل شيء غيمشي حتى واحد ما غيبقى فيها. سعادتك يا فاعل الخير، هادشي اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى، يرزق عليه الصحه والعافيه. كيف كتشوفوا انا هنايا غادي نفسك سكسو كالعاده، هذه هي الطريقه ديالي دائما، كنعطيه الماء الكافي. سكسو قد ما فزكتوه بالماء بزاف وكيفخر وكيكتر، كيجي ما كيجيش ناشف، ما كيجيش يابس. واخا كتبخروا بعد سكسو ما كيتفزكش مزيان، كيجي يابس ناشف. صافي كيف كتشوفوا انا كنشارك معكم فقط الطريقه ديالي، وكل واحد والطريقه ديالو، وكل واحد والقاعده ديالو. والمغرب ديالنا تبارك الله كبير، والتقاليد ديالو كبيره وكثيره وعديده. انا هنايا صافي خليت سكسو نشف كيف كتشوفوا. هذه نوعيه جيده بلا ما نذكر سميتها، باقيه كل واحد كيعرف. الحمد لله كل شيء كيعرف. صافي هنايا غادي نزيد عليها داك الطحين الزراع. هذا الطحين الزراع خوتي تطحن قدامي في المطحانه تبارك الله. كنت غادي نصور واحد اللقطات ولكن حشمت ما قدرتش. كتعرفوا المطحانه شنو كيكون فيها، الناس خدامين على راسهم، ما بغيت نحرج حتى شي واحد. هذا طحين الزراع بالنخاله ديالو كل شيء تبارك الله. كيف هو كيتطحن هذاك اللي عبر لي منه وديت منه، جبته خصيصا باش نعدل به سكسو، شهيته وكيجي غزال مع القديد كيف كتشوفوا. صافي هذه هي الطريقه ديالو، هذه هي الطريقه اللي كنعرف انا، وكل واحد والطرق ديالو، كل واحد والتقاليد ديالو. صافي هيدا كتبقى تردوا عليه حتى كيتلبس داك الطحين الزراع كامل، ما كيبقاش يبان. هادو سبحان الله غير طريفه تسقسيت داك السيد اللي كيطحن قال لي هذا واش الخرطال ولا قال لي شي سميه ما عرفتش. داك الحباس ديالها كحلين كنزولهم كيبقاو مع النخاله د الطحين. صافي هنايا تفتل مزيان كيف كتشوفوا حبه على حبه تبارك الله. صافي وغادي نعملو يتبخر، كيتبخر عادي ما كيتعجن ما حتى شي حاجه. كيف كيتبخر سبحان الله العظيم كيبقى حبه على حبه بحال هذاك اللي كنشريو من عند الناس اللي كيعدلوه بيدهم. اذا رجعتوا الفيديوهات ديالي قدام في القناه، اول فيديو اولا ثاني فيديو في القناه عندي كنت شريته من عند السيده، وديما كنشريه من عندها انا واجد معدل على يده في الدارة. كيف كتشوفوا كيبقى حبه على حبه ما كيتعجن ما حتى حاجه. صافي غادي نبخرو، غادي يعملوا التبخر بحال اللي كنبخروا اي سكسو. التبخيره الاولى كنبخروه كيف كتشوفوا، الثانيه كنرشوه بالماء وملح عادي، كيبقى داك ربع ساعه 20 دقيقه وعاود كتبخر التبخيره الثانيه. انا غادي نعاود معاكم باش تشوفوا الطريقه واسهل ما يكون، وكل واحد كيعمل الكميه اللي عنده. واخا تعمل مثلا غير 2 حفينات السكسو كتعمل معاه الطحين الزراع تبارك الله كيعطيك واحد الكميه كبيره كتضاعف وكيكثر. واخا يكون عندك سكسو شويه الا زيدتي معاه الطحين الزراع غادي يزكى.
كيعطيك واحد الكميه كثيره تبارك الله. ما تنساونيش باللايك والاشتراك. اللي كيدخل قناتي اول مره الف مرحبا، والناس القدام داركم قناتكم، وبكم انا كنزيد القدام كالعاده. ما تنساونيش بالدعوات ديالكم باللايك والاشتراك والتعاليق المحفزه كالعاده دائما. كيف كتشوفوا كيف ما قلت لكم تبارك الله كتكون واحد الكميه قليله وكتسكى وكتولي كثيره. صافي هنايا انا طابوا لي القديد، ما بغيتش نزيد معاهم الفول. كانوا عندي طيبين واحد 10 دقائق في الماء وعملتهم في الفريكو. صافي زدتهم مع القديد، وهنايا غادي نزيد معاهم واحد الحبه عظمين ديال التمر. للتذكير كيطيبوا الحاجه، اي حاجه كانت عندكم شكيتوا فيها انها ما عطيبش دغيا كتزيدوا فيها الحبات ديال التمر، غير هما يكونوا بالفرد، ما يكونوش مثلا 6 ولا 8 ولا 10، 5 7 3. المهم كيكونوا بالفرد، كيسرعوا عمليه الطهي، كيطيبوا الحاجه دغيا. صافي عملت معاهم داك الفول باش ما يطيبوش بزاف. صافي غلاو غاليه جوج، طفيتهم بغيتهم غير باش يدخل فيهم ديك النكهه وديك اللذه ديال القديد. كيف كتشوفوا تبارك الله، ها نتوما كتشوفوا السكسو كيهود مفرك، يعني ما معجن ما حتى شي حاجه، حبه على حبه. صافي انا هنايا غادي نرشو بالماء والملح. عندي في هاد السبيره عندي الماء والملح. صافي الماء باردين غادي نرشوهم به، غادي نعطيهم الماء الكافي. صافي وغادي نعاودو يتبخر. كيف ما قلتكم ما تخافوش من سكسو الا رديتوا عليه الطحين بالزرع، غير هي خصو يكون عندكم سكسو نوعيه جيده، ما يكونش داك السكسو اللي كيتعجن. صافي هنايا غادي نزيدو معلقه د السكنجبر، وغادي نحركو باش يدخل فيه داك السكنجبر كامل. صافي وغادي نعملو يتبخر التبخيره الاخرانيه، التبخيره الثانيه. شو تبارك الله، هذا غير كسكس واحد، وملي كتزيدوا الماء وكتبقى تحرك فيه كيزيد تبارك الله يزكى. صافي غادي نزيدو يتبخر التبخيره الاخرانيه، وغادي نكمل معاكم. غادي نرجع الخضر اللي عندي باش نكمل طياب هاد السكسو. صافي كيف ما قلت لكم طابوا القديد تبارك الله، كنشوفوا انهم جبرتهم طيبين. غادي نحيدهم هما والحمص والفول اللي عملت. وملي تكونوا اللي عملتوا العطمين د التمر اكدوا انكم تزولوهم، كتحيدوهم الا شفتوهم كتحيدوهم ضروري، كتعقلوا على شحال من حبه عملتوا. تفاداو اي حاجه الوليدات الصغار الا كلاو معاكم باش تفاداو اي حاجه. صافي يعني انا كنعمل الخضيره ديالي كنسبق من الكروم لانه، وغادي نزيد خيزو جعده ولفت. غادي نعمل الخضره اللي كتاخذ الطياب قاصحه كامله، هي الاولى. صافي وغادي نعمل القريعه اللي عندي انا هنايا كنفتحها شويه بالموس باش كتدخل فيها داك المريقه وداك ليدام واي حاجه باش كتجي لذيذه. عندي هنايا بطاطا حلوه
كتجي روعه في السكسو، كتجي لذيذه. انا ديما كنعمل بطاطا حلوه اكثريه اللي كانت وقتها موجوده في السكسو، وإلا لقيتها وكنت كنشري الخضره السكسو ضروري ما كنجيبها حتى هي كنشريها. صافي هنايا كنقطع البصل على هذا الشكل هذا باش كيجي سكسو معلق، وغادي نعمل الماء الكافي اللي غادي نمرق به. انا هنايا عندي الماء دافين صافي. وهاد عملت الملح. انا في الاول قديت ما عملتلوش الملح، بس دابا الملح غيرنا الخضره وصافي. وغادي نعمل هكا، غادي نزيد العطريه، سكنجبر، خرقوم والابزار، وغادي نزيد واحده دويمه الزعفران. وما غادي نزيد الزيت روميه، نزيد غير شويه الزيت بلديه صافي. وغادي نكمل التمريق ديالي، الماء الكافي اللي غادي نسقي به وغادي نطيب فيه الخضره. وكيف كتشوفوا معايا صافي، وغادي نسد عليه وغادي يطيب. وهنايا عندي شويه مطيشه محكوكه غليتها واحد شويه وزدت على سكسو، على الخضره السكسو صافي. وغادي نسد عليها وغادي نخليها طيب. وهانتوما معايا كيف كتشوفوا انا هنايا دابا طلعت عند عكوزتي كالعاده، العواشر هي مع لمة الاحباب مع لوستي، وغادي نتغداو مجموعين. والله يدوم المحبه والله يخلي صحيحه العكوزه ديالي، الله يبارك لها في العمر ويخلينا ديما مجموعين يا ربي. كيف قلتكم ضروري تاكدوا من العطمين التمر، حيدوهم. انا هنايا كننزل وانا كنشوفهم كنحيدهم. وما تنساوش اخوتي الا عجبكم الفيديو تعاليق ولي لايك واشتراك لاول مره كيشوف القناه ديالي باش يوصلوا كل جديد. وعواشركم مبروكه وتدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما كتمناو، والنجاح للوليدات كاملين. واللي ميت الله يرحمه ويوسع عليه، واللي مريض الله يشافيه، واللي محتاج الله يرزقه الصحه والعافيه. كل واحد اللي محتاج شي حاجه يا ربي ويرزقه فيها وييسر ويسهل امر كل واحد. هنايا انا في الاخر اخوتي كنزل داك الفول والحمص هما الفوقانيين، وكنزيد عليهم داك المريقه اللي بقات د القديد. هذا هو السر اللذه والسر اللي كيخلي سكسو محلك. هنايا لوستي كتعمل اللمسه ديالها الاخيره ضروري ضروري المشاركه صافي. وغادي نتغداو، واللي شهيتها تسمح لي واللي قريبه لي تجي عندي نعطيها القديد. والله يحيينا ويهنينا القابين العام اللي ما جي ان شاء الله يا ربي. يبارك ربي في العمر وفي الصحيحه وفي العافيه يا ربي صافي. وغادي نختموها بالليل كالعاده، كتعرفوا ضروري من فاكهه العاشور صافي. هنايا تغدينا كانت تقريبا 3 د النهار، وتغدينا والميريندا عملنا كاس كروط يعني مع المغرب منا الخير تبارك الله، ونزلنا الفاكهه وضحكنا ونشطنا، وكل واحد خيره في دارو. نتمنى كل واحد يتقبل مني هذا الفيديو. والى فيديو قادم ان شاء الله، وخليتكم على خير وشهية طيبة للجميع. وحنايا كنتغداو ضروري ما نتغداو باللبن، كلشي كيرافق السكسو باللبن. وهذه هي الفاكهه ديالنا، والى اللقاء.